بيبدأ الفيلم بحادثة بين الكاميرا وعم ربيع، وبينزل محروس اللي كان هيخبطه ويقول له انت كنت هتوديني في داهية. المهم بياخده ويطلب له شاي على حسابه على القهوة. بنروح ليوسف منصور اللي بيكون بيلعب ريست مع واحد عامل تاتو بالاي اي. انتوا بتعدوا يا جدعان، هما بيلعبوا ريست ولا ضغط؟ بنرجع لعم ربيع اللي بيلاقي اتنين بيتكلموا عن مسجون في اسكندريه خد براءه ومش عايز يطلع من السجن، فبيطلع بالصدفه ان هو يعرفه وكان زميله في السجن واسمه ابو الروس. هوب بياخد قطر 6 الا تلت ويطلع على اسكندريه، وهو في الطريق بيفتكر ابنه اللي سابه وهاجر عشان هو رد سجون وراجل بلطجي. ربيع المجرم رد السجون، هو ده اللي انت تتهولي يا عم ربيع. عم ربيع يعني ماسورة الشتائم اللي قالها لك دي ما اثرتش فيك، بس عم ربيع هي اللي ضايقتك؟ بيتخيل عم ربيع نفسه في القطر وهو صغير ايام الشقاوه. ايه القناع ده؟ انت كنت بلطجي ولا باتمان يا عم ربيع؟ لا وشوف عمل ايه في القطر، يعني ترويع مواطنين وسرقه وقتل. ايه كميه الاعمال الاجراميه اللي بتحصل في وقت واحد دي؟ ربنا يستر بقى وما يكونش بعد كل ده ما قطعش تذكره كمان. بنرجع لمشهد ابنه وهو بيسيبه. شايفين يا اخوانا قوموا ازاي؟ اهم حاجه بر الوالدين. تمشي يا سيدنا غير بتسلم على ابوك. بيروح ربيع للسجن زي السلام عليكم كده عادي، ياخد ابو الروس اكنه رايح يجيب ابنه من المدرسه وبيطلع بيه على البيت. بنروح لنجاتي ودوسه، هم تقريبا عايزين يبينوا ان هو مش سامع، فركبوا له هيدفون في دماغه بالقصه دي. بيبدا نجاتي ودوسه يتكلموا عن بضاعه ممنوعات بيوصلوها لبني سويف عن طريق محروس وحسن. بنروح لعم ربيع اللي بيرجع لابو الروس ومعاه اكل. كده كباب يفتح النفس ويرد الروح. كباب انا سليم ما كتوش. ولكن ابو الروس ما بيستحملش الريفيو اللي عمله عم ربيع عن الاكل، وبيحط دماغه على رغيفين عيش سخنين ويموت. الله يرحمك ابو الروس، مات موته من على وش القفص. بنشوف محروس وحسن وهم بيقفوا في كمين ومعاهم بضاعه نجاتي اللي مخبي فيها حاجه احنا ما نعرفهاش. رايحين فين؟ موقف. نعم يا اخويا موقف. ما تتكلم عادي اللي عدلك. انا مؤاخذة سعاده الباشا اصل اخرس. طب يا اسطى طالما انت عارف ان هو اخرس سايبه ليه يتكلم اكن معاه لغات؟ بنلاقي محروس عارف ان نجاتي مشيله حاجه معاه وهو بينقل البضاعه، وان العمليه لما تنجح هيشتري اسطول عربيات نقل ويصفر حسن بره عشان يرجع له صوته. بيسلموا البضاعه للبهنساوي ولكن بيكونوا خدوا الحاجه اللي هيوصلوها، فبيكلم البهنساوي نجاته وبيقول له اقبض عليهم. ولكن بتدور معركه عشان يمارس فيها استاذ يوسف منصور الكونج فو. انا هنا بقى عايز اسال سؤالين. الاول ايه هو نوع الضربه اللي خدها في ظهره فمسك وشه؟ تاني سؤال بقى عايز اعرف صوت مين اللي يرجع استاذ محروس؟ يعني الراجل عمال يصوت وهو بيضرب ولا نادي الجندي في عزها. بيهرب محروس وحسن بالهيروين، ولكن رجاله نجاتي بيوصلوا لمحروس وبيقبضوا عليه. بس حسن بيروح يخش على العصابه وهي قاعده بتاكل في امان الله، وبيعمل اللي انتوا هتشوفوه ده. الله 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 الله، ده عامل لي فيها زكي شان. بيقوم فرج عشان يتعامل معاه ولكنه ما بيقدرش. في استاذ فرج وعملك حركه لا اخلاقيه بايده يعني ولا خفت يخربشك؟ بيعمل نجاتي تبديل اضطراري ويسحب فرج وينزل كزاوه. خرب عاوز رقبته. بيفشل فبينزل من بعده قطش، وبيجي للحل الاخير وبينزل بروسلي شخصيا. تخيل يعني راجل قاعد كده جاهز ببدله الكونج فو، يعني قلبه كان حاسس ان في واحد هيجي وهيلعبه كونج فو. يعني ساعة ونص قاعد بتلعب بالبتاعة دي ورميتها فجأة كده؟ ما كنت سبتها له طيب طالما مش هتلعب بيها. وبعدين ده كونج فو ده ولا عندك عصب سابع؟ صرخة حسن دي خلت نجاتي ينزل بالتبديل الأخير. طرزان. ايوه. بيني وبينكم يعني ده أكتر وضع مريب شفت فيه اتنين بيتخانقوا مع بعض، وبنشوف معركة تحت عنوان خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. حسن طلقه في ظهره بتسمع عنده قدام. انا اتكلمت يا محروس. ايوه اتكلمت حسن. ده طلقتين بس وخلوك تتكلم تاني. امال لو كان فاتح عليك رشاش كان زمانك بتغني راب. بتهرب دوسه محروس عشان وقعت في حبه، وبيروح لصاحبه عشان يشوف له مكان يبات فيه، فبيكبس عليه البوليس وبيهرب وبيساعده عم ربيع. بيروح المكان بيلاقي دوسه اللي لسه مهرباه قاعده هناك برضه، وبتكون عايزه تعرف الحاجه اللي سرقها محروس عينها فين، فبيقول لها ان السر مات مع موت حسن وهو ما يعرفش مكان الحاجه فين. بنكتشف ان نجاتي هو اللي باعت دوسه عشان تعرف مكان البضاعه من محروس،
فبيروح عم ربيع لمحروس وبيقول له انه جاي له في مصلحه، وهي انه عايزه يقتل له واحد ويديله 30,000 جنيه. فمحروس بيقول له ان هو ما قتلش قبل كده، فبيقول له اللي هتقتله ده راجل كبير ومجرم ومحدش هيسال عنه، والراجل ده هو انا. طب ما توفر فلوسك يا حاج وتنط من فوق عماره ولا تمسك سلك عريان اسهل. بيتفق محروس وعم ربيع انه هيكتب له شيك بالمبلغ هيصرفه بعد ما يموت، ولو ما قتلوش هيوقف صرف الشيك. ولكن دوسه بعدها بتقول له ان الشيكات دي فكره تعبانه وممكن يكون ما عندوش رصيد. المهم بيتكلموا معاه عشان يديهم المبلغ قبل ما يقتلوه، فبيمشي عم ربيع من غير ما يقول اي حاجه. بعدها بيروح محروس يقعد مع صاحبه وبيكتشف ان هو بيتاجر في السلاح كده امبابليك. اول مره اعرف انك بتتاجر في السلاح يا عبد الله. امال سموني عبده سلاح ليك ليه؟ ونعم التمويه يعني يا استاذ عبده، ده انت لو قاصد تعمل لنفسك براند مش هتسمي الاسم ده. بتقرر دوسه انها تاخد عبده مكان تاني ويهربوا، وبتقلب على نجاتي. بيروح عم ربيع يسحب الفلوس بتاعته من البنك. بيقرر محروس ان هو يستحظ بقى هو ودوسه وعم ربيع قبل ما يقتلوه. بيروح عم ربيع البيت وبيسيب الباب مفتوح لمحروس عشان يجي يموته في السريه. انا مش فاهم، ما انت كنت عنده، ما كنت خليته يغزك بسكينه وتخلص، ولا انت عايز تضايفه عندك الاول؟ بياخد دوسه ومحروس الفلوس وبيصرفوها على نفسهم، وبيكتشف فرج مكان دوسه وبيطب عليها في البيت. بيفتكر ان هم عرفوا مكان البضاعه وباعوها، فبيشحنها عند المعلم نجاتي. فبتحكي له دوسه القصه وان الفلوس دي بتاعت عم ربيع عشان يقتلوه. حكايه دي ولا نكته يا فتوس؟ نكته. ما الراجل عنده حق، يعني مين العبيط اللي هيصدق الكلمتين دول؟ بيروح عم ربيع لمحروس فبيلاقيه نايم ومسطول، فبياخده على الحمام يغسل له راسه تحت الدش مع ان الحنفيه جنبهم. يا كابتن تعالى يا كابتن، تعالى لازم تفوق عشان تسمع كلام. محروس بيقول له ان هم خطفوا فردوس وان هو لازم يرجعها ويقتل نجاتي. انا ادي لك تحويشه عمري عشان تقتلني، تقوم تسيبني وتقتل ببلاش. والله معاك حق يا عم ربيع، لوجيك برضه. بيروح فرج لنجاتي ويقول له ان بهنساوي قالب الدنيا، ويا اما البضاعه يا اما الفلوس. فنجاتي بيقول له تجيب لي محروس من تحت الارض. تاني مشهد بيجيبه على طول، على ما نزل هو عم ربيع من البيت كانوا هم جم من عند نجاتي. يعني ده لو الفيلا في نفس الحاره كانوا خدوا وقت عن كده. بيخش اول واحد فبيبعتوا محروس يجيب بصل عشان عايزين يعملوا تقليه. التاني بقى بيبقى مراته مدياله شنطه الزباله تقريبا وهو نازل الخناقه، فبيروح يرميها الاول. فرج بيلاقي الرجاله مشغولين بالاعمال المنزليه فبيقرر يضربه، ولكن عم ربيع بيديله واحده بالشومه كده، كنت هقولك فلق له راسه بس هي مفلوقه اساسا زي ما انت شايف. وطبعا واحد بقوه عم ربيع الوحش مفيش حل معاه غير سكينه المطبخ، يعني حتى الانتاج كسل يصرف ويجيب مطوه، هو ضربه وبص لفوق، انا مش فاهم ليه. والسكينه بغض النظر عن انها ما دخلتش اصلا، طب رشوا عليها حبه كاتشب كانها تعص الدم حتى. بتوصل الحكومه في وسط الخناقه معرفش ليه، يعني هل حد بلغهم ولا هم قلبهم كان حاسس، الله اعلم. بيروح محروس على الاسم بيحققوا معاه وبيقول لهم ان في بلطجيه طلعوا عليهم فبيسيبوه يمشي. بيروح المستشفى يسأل على عم ربيع. متلقى عندك جوه. يا سلام على ملائكة الرحمة، نزف نص دمه، يعني تقدر تقول كده هو دلوقتي شغال هاف كاباسيتي، وفصيلة دمه ناقصة. عموما بقى يعني مش هنقولك هي ايه حتى تدور عليها، لا هي ناقصة وخلاص. عبده قاعد في غرزة، راجل محترم بيبيع سلاح، بيروح له محروس يطلب منه فلوس عشان يودي عم ربيع مستشفى خاصة. الخير كتير والحمد لله. تستاهل الحمد يا حبيب قلبي، انت ليه محسسني انك شغال في سوبر ماركت؟ ده انت لسه بايع بيهم سلاح. بيروح بهنساوي لنجاتي ويقول له انا عايز فلوسي او البضاعه، وبيهدده بالمسدس. فبيشاور لواحد من رجالته بيخنق بهنساوي. انا مش عارف هو ليه بيتألم مع ان بهنساوي هو اللي بيموت، جايز ضميره بيأنبه بقى. بتهرب دوسه بعد اللي شافته وبتروح للبيت القديم بتاع محروس، وبيقرر عم ربيع يروح للمعلم نجاتي واللي بيكون عارفه. وانت استاذنا وعم الكركل، لو عيل لعب بيك زي محروس ما لعب بيا تعمل فيك ايه؟ وبيقول له استحلفك بالله نحلها ودي، ولكن نجاتي بيقرر يخطفه. بيروح فرج لدوسه عشان يخلص عليها. انت رايح تقتلها ولا هتركب لها ألمونيتال؟ وبعدين انت بتتمشى بالهيلت في الشقه كده، جايب له كهربا منين؟ هنا بقى معجزه دراميه، هي تحت والدم بيتحدف عليه من فوق. في الوقت اللي بيروح فيه محروس لعبده صاحبه عشان يتصرف له في حته سلاح، بيقول له ان دوسه رجعت الشقه. فبيطلع جاري على الشقه يلاقي دوسه متشنيره على السرير وعم ربيع اتخطف. طبعا انت ممكن تقول هو مفيش دم عليها ليه؟ فرج غطاها قبل ما يمشي عشان هيجي يكمل شغل فيها بكره، ده حتى سايب العده جنبها هي لسه. بيقرر محروس ان هو لازم ينتقم، فبياخدوا عبده صاحبه ويعمل له سلاح في البيت على قد الايد. يعني انت طول في الاول كده يعمل له مقروطه فرد حلواني، عمل له AKM، ولا في اعتبار لموسوليني ولا الاتحاد السوفيتي، يعني ده مش ورشه يا اخوانا، ده محطه نوويه كده. المهم ان بعد كل ده محروس راح ينتقم بمسدس مشتريه اونلاين تقريبا، ويا ريته قتل بيه فرج، لا ده فطسه. طب كنت حلل ثمن السلاح واديله طلقتين بدل كل الشغل ده. بيروح محروس لنجاتي اللي بيسلمه عم ربيع، وعلى غرار الباتشينو في فيلم سكارفيس بيقرر محروس ان هو هينتقم. شالوتو ماليفة
يعني سبحان الله، في اول المشهد نجاتي خد منه المسدس من جوه الجاكيت، في اخر المشهد محروس طلع من جوه الجاكيت رشاش. السؤال هنا بقى، يعني محروس كان مخبي الرشاش ده كله فين؟ وبعدين ما تفهمش يعني دول بيموتوا ولا بيرقصوا بريك دانس. عم ربيع بيشوف محروس وهو بيقتل فيهم، فبيتخيل نفسه زمان لما كان مجرم، واول ما محروس بيخلص بيروح عشان يحضنه، فعم ربيع بيروح قاتله. بيتسجن عم ربيع في النهايه، وبينتهي الفيلم بموت جميع طاقم العمل ما عدا الشخص الوحيد اللي كان عايز يموت في اول الفيلم، وهو عم ربيع. ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الحلقات اللي جايه. سلام.